متشجع مش يعني هو السبب المنحرف ولا حاجة لا قدر الله، لا بس يعني مدعوم سياسة يعني. يعني بيسندوا هذا الكلام علشان لا امنع مصر تروح ايران، هدفع لك مليار جنيه واعمل لي هوجة ان يحصل علاقة بين هل مصر أنت وإيران. يعني أفهم من ذلك أن حضرتك برضه انتقال الرئيس مرسي أو أي حد يبقى مسؤول من خندق المعارضة لخندق الحكم أحيانا بتبقى فيه توازنات؟ هل حضرتك شايف أنه اللي رافضين التعامل مع إيران أول ما عرفوا أنه في سياحة أو حاجة، وخرج مثلا حزب النور رفض، بعض الجبهة السلفية رفضت، حصل يعني شبه ثورة وغضب عارم من هذا، هل بتتصور حضرتك أنهم يفعلون ذلك بموازنات أيضا من اتجاهات أخرى؟ لا هو بس في نقطتين ملتصقتين ببعض. أي. اول ما نفردهم كده عن بعض تتحل المشكلة. وهما اول نقطة، وطبعا انا على هذه الشاشة الكريمة انا ليا كان عدة محاضرات يمكن 3 أو 4 متتاليين عن الشيعة وعقائدهم وخططهم وتنمرهم و بالتفصيل ومع كل حاجة كانت تبقى مش عارف ساعة ونص ولا ايه، يعني بما فيه الكفاية يعني. نعم. كلام واضح وكلامي واضح ان احنا عايزين نحذر الشيعة عقيدة واصولا، وعايزين نحذر ايران لانها ذات خطة توسعية بطبيعتها دلوقتي، فبس حتى لو عقيدتها ما بنتكلمش فيها كمان يبقى كمان التوسع كفاية. والشيء الثالث ان في شيعة وسنة في كل الاماكن دي، عراق وكويت وبحرين وكل واليمن وشرق السعودية، ومن الناحية الثانية في العراق طبعا وفي سوريا وفي لبنان فالمصيبة كبيرة، وهم يعني لو تركت لهم الأمر يفتك بنا. فاحنا سواء عقيدة متكلمين بما فيه الكفاية والخطة التوسعية متكلمين بما فيه الكفاية، ولكن أيضا احنا لازم نحفظ جملة، احنا عايزين مش عايزين نألف ولا نبتدع، احنا عايزين نتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزين نألف. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك كفرا وشركا وعداوة للإسلام والمسلمين، ويعلم أن هناك سياسة أمور. غطفان جاية تحاربني مع قريش في الأحزاب، الاثنين جايين مع بعض جيش واحد، عايز أفرق بين غطفان وقريش، بدأ يتعامل مع غطفان، هو ده الهدي. عايز ألف أنا بقى يعني لو تحب أبتدع. كان النبي بيعتمد يا أستاذ حازم مثلا على إنه في يعني أرض صلبة من عقيدة واضحة لدى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى الحسابات التفصيلية. واحنا بنتعامل هنا عندنا ضعف عقدي، عندنا انفلات امني، عندنا شباب مش متجوز عنده جواز متعة، ممكن نخش مخابراتيا نبهول الدنيا جوه. جميل يعني. رائع وجزاك الله خيرا. ولذلك النقطة الثالثة اللي أنا كنت هقولها دي هي إن نحن ضد بشدة مسألة إنه، وأنا قلت هذا قبل ما أقول لك ضد بشدة في إيه، هذا الكلام اللي هقوله لحضرتك ده قلت وجها لوجه للسفير الإيراني في مصر، وقلت علنا في الميكروفونات وفي التلفزيونات، احنا ضد مسألة، وقلت لهم كمان انتوا هتتحسب عليكم يا إيران، انت لما تلاقي مصر في محنة وعايزة تساعديها يبقى المساعدة انك تشترطي انه يدخل السياح الإيرانيين إلى الأضرحة المصرية. ليه؟ عايزة ايه؟ فأنا ضد زيارة تمكينهم من زيارة الأضرحة. سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة لا 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 إطلاقا. طيب شيخ ليه؟ مش علشان العقيدة ولا التشيع ولا كده، عشان حاجة كمان أقل من كده، إنه ما يروحش بقى يشيع ثقافة عندي في مجتمع محب لآل البيت، يعمل لي ثقافات ما أعرفش أطلعها من الناس بعد كده. طيب أنا بتشوف دبيب الفجور. لا طبعا إطلاقا. وأنت تتكلم عن دحلان وهو من هو في خطورته ومعروف جدا يعني. نعم. بتشوف ايه اللي حصل في الإعلام المصري الذي كان يرى حماس جزء أصيل من المقاومة الشريفة والممانعة الأصيلة، وأننا يجب وأن الآن أصبحت كل التهم تلصق بحماس في الإعلام، هم اللي قتلوا جنودنا في رفح، هم اللي مش عارف عملوا ايه وخططوا لايه، هم اللي افرجوا عن مين، هم اللي قتلوا الثوار. بتشوف التحول ده ازاي؟ دول ناس مخرفين يعني عمرهم ما كان يؤبه بكلام. اصل على فكرة لما نتكلم عنهم اصلا دول ولا حد يسمع لهم، دول مخرفين. واحد بيقول كلام ما فيش عليه سند، لازم تقول لي فين الدليل، انما كلامه السلام، كلام زي الراجل اللي طلع
ليلة في التلفزيون قاعد يتكلم، شايفين رئيس الطب الشرعي بيستقيل لأنه حصل كذا وزوروا كذا وقطعوا كذا وعملوا، وانت تاني يوم طلع ما فيش الاستقالة دي خالص. فلا، دول ناس بيتكلموا عن حاجات، وعلى فكرة معظمهم أو كلهم كده، هو بيتكلم عن حاجات غير ثابتة، بس من كتر الدق على الدماغ عايز يقول للناس ان هي موجودة 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 موجودة، فالناس تصدق. ما تكرر تقرر. خلاص، لان حماس بتعمل حماس. السولار، عارفين عندكم مشكلة سولار ليه؟ علشان السولار بيروح غزة بيروح غزة، وفي الاخر تطلع غزة دي حاجة كده عاملة زي بولاق الدكرور ولا امبابة ولا حاجة حي من المساحة الأحياء. نعم. ضمها لمصر. ايه يعني؟ طبعا ما حدش يقول لي انت قلت ضمها لمصر، انا بقول لك ده بتفترض يعني. ضمها عددا. يعني ايه المشكله؟ افرض انها كلها تاخد سولار من مصر، يحصل ايه في الازمه؟ مش هيحصل اللي انتوا بتقولوه. بقى 90 مليون متاثرين بان حي مليون شبرا ونص. ولا رود الفرج بياخد سولار. 90 مليون، وفي مقابل مليون ونص، ومليون ونص منهم بيبي نونو، منهم مواليد، يعني مش بتوع سولار، ما بيشربوش جاز هم. يعني شيء حاجة الحقيقة. فالكلام المتكرر على طول احنا اللي ليه نأبه بيه. الثورة السورية يا شيخ حازم، وخصوصا انه الان بيدندن هذه الايام الرئيس محمد مرسي